احط خذنا على قد عقلي شوي جزء بيها تكبر، بس احط زبال بمكتب السيد الشهيد راسا خلى رجل على رجل قام يصرح بالسياسه. هاي كل شيء ماكو. هاي مجتمعنا صار عباره عن قوقعه من السياسه. خلي منخر صغير هيك بقد الابره، نخر ثقب صغير بس مجال للدين حبيبي. وين المجال للدين؟ وين وديت الدين؟ وين وديت الايمان؟ سياسه سياسه سياسه. اتحداك حتى بينك وبين عائلتك، حتى بينك وبين مرتك تقعد انت تحكي سياسه. هذا هيك قال لي وهذا هيك ودى، هذا هيك ما ادري شنو، خل اسجل بالحكومه وخل اسجل بالشرطه وخل ما ادري كذا. هذا منو لزموه ومنو اعتقله، وهذا منو صار رئيس الوزراء، وهذا منو صار الوزير على كذا. هذا لمن ينتمي وهذا حزب ينتمي. والتيار الصدري قد حصل وزارات، معنا ما محصل وزارات ولا وحده. وهو هذا كان ما التيار الصدري يريد يحصل اكبر عدد وزارات، وهذا الهدف اللي خطه انا مراجعنا الناطقين مثلا. لو خط اهل البيت ليش امير المؤمنين ما كان يقدر يصير وزير؟ لو رئيس لو حتى محمد الصدر حبيبي ما كان يقدر يصير رئيس لو وزير. انا حبيبي اول اسبوعين عرض علي، اجاني امريكي قعد قال لي انت تصير رئيس واخلي لك نائب نيابه عنه. قلت له الله يشفيني شرك وشر رئاستك وشر شر دولتك اللي تريد تاسسها بالعراق. دير وجهك وروح. كان ما نقدر احنا، مو ما نقدر، ترى سهله. اذا نريدها بس نقولها تعالي تعالي، بس هي الدنيا حرمت علينا، مو احنا حرمنا على الدنيا حبيبي. فعليه لا تسعى وراء الدنيا حبيبي. النشر والتوزيع. والسياسه تنقسم الى سياستين، انت اوعى من ذلك. انا اقول لكم لعل انتم مستواك العلمي اكثر من مستواي العلمي. السياسه اكو دنيويه اكو اخرويه. انت اذا تسعى وراء الدنيويه تغرق، توقع بوادي بعد ما تطلع منه نهائيا. اما اكو سياسه اخرويه اسعى، امر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس اذا اتحداك انا واحد من التيار الصدري جاوب شنو مشروعك السياسي؟ راسها تخبي راسك وتضمر، لانه ما عندك مشروع سياسي بالكرسي برئاسه الوزراء بالوزاره، وكان ما عيب لو تدور مناصب لو كنت تضم راسك مثل النعامه بالشارع. لا حبيبي امشي انت مرفوع الراس.